السلام عليكم البنات، واهلا وسهلا بكم معنا مره اخرى في فيديو جديد. هذه المره غادي نقدم لكم مجموعه ديال النصائح المنزليه اللي غادي تفيدكم كثير في البيت ديالكم. هذه نصائح سهله وبسيطه جدا، يعني ماشي مكلفه، مش هذا يعني غير يعني سهله، وغادي تسهل عليكم بزاف ديال الحوايج. يعني 6 ديال النصائح اللي غادي تستافدوا منها بالنسبه للبيت ديالكم. غادي نبداو بالنصيحه الاولى. النصيحه الاولى هي بالنسبه للماريو ديال الحوايج، وهذا مشكل كنلقاو حنا السيدات. كتبغي تخملي يا لاله البيت ديالك وما كيكونش راجلك مثلا في الدار، ولا كيكون عيان ما بغاش يمدي يجر معاك الماريو، وانت كتلقاي مشكل باش انك كتجري الماريو. طريقه سهله وبسيطه جدا. غتاخدي واحد البطاطا وغتقطعها دوائر، وهذوك الدوائر غادي تشديهم غديرهم تحت الرجل نتاع الماريو، الرجلين ديال الماريو، وهذيك البطاطا غادي تسهل عليك بان الماريو غادي يتجر بكل سهوله، وانت غادي تحيدي عليك داك العناء ديال حنا ما حنا العيالات ديما نقدروا نشونجيو الناموسيه، ولكن ما كنشونجيوش ما كنبدلوش البلاصه ديال الماريو وسط بيت النعاس. هاد الطريقه سهله. اذا الطريقه لالا باش نعاود لك البنات نعاود لكم الطريقه، هي انكم كتشدوا بطاطا وكتقطعوها دوائر، وهذوك الدوائر كتخشيهم تحت الرجلين ديال الماريو، وبهذه الطريقه غادي بسهوله يتجر لكم الماريو. ديروا التخمال ديالكم الدنيا هانيه، ما نحتاجوا نصدعوا على الراجل، ولا ما كانش ما نقدوش نتسناو حتى يجي الراجل باش يعاوننا ويجر معنا الماريو. البنات مرحبا بكم معنا في القناه ديالنا ديما، وإلا عجبكم لي فيديو ديالنا اشتركوا معنا في القناه وديروا جيم لي فيديو ديالنا، وكذلك زوروا الصفحه ديالنا على الفيسبوك غادي تلقاو فيها هاد النصائح كذلك. مرحبا بكم معنا. بالنسبه ديال النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه هي كيفاش اننا نحيدوا النمل في البيت، وهذا مشكل كيوقع، كتكون عندنا النمله في البيت. يعني طريقه سهله، غادي نشدوا الوراق ديال النعناع، يعني النعناع متواجد في كل بيت، يعني ما تخرجي لا تشري لا والو. كتشدي النعناع على لا وكديريه في البلاصه اللي فيها النمله، البلاصه اللي فيها النمل كتخشي تديري فيها كعريشات نتاع النعناع، وداك النعناع كيتجمع على داك النمل وكيتحيد بسهوله النعناع. بالنسبه للنصيحه الثالثه هي بالنسبه للطبيعي نتاع الصداع. ماشي كنهضروا الطبيعي العادي، ولكن الطبيعي ديال الصدى اللي كيكونوا لنا في الحوايج وكيشكلوا لنا مشكل، هذا كيقدر كتوقع. يعني الطريقه سهله، غادي تشدي لاله غادي نرشوا هذيك الطبعه، سواء كتكون في السروال او في قميجه او في شي حاجه، كنشدوها وكنرشوها بالملحه، ومن بعد كنحكوها بواحد الطريف نتاع الحامض. يعني الملحه كاينه عندنا لاله، والحامض حتى هو كاين عندنا، وكنحكوها عاد كنصبنوهم عادي، وبالتالي دغيا كنتخلصوا من هذاك الصداع اللي كيكون لنا في هذوك الحوايج وكيشكل لنا عائق. هذه نصائح منزليه اللي غادي تساعدك في البيت ديالك، يعني بطريقه سهله وما غتكلفك حتى شي حاجه. بالنسبه هذا مشكل كيكون عندنا وليداتنا كينضغوا لنا المسكه، الوليدات ديالنا ولا حنا نيت كنضغوا المسكه وكتلصق لينا في الحوايج ديالنا، سواء في الجين سواء في القميجه سواء في اللبسه. الطريقه الاولى كاين هما 2 طرق باش غادي نحيدوا حنا المسكه. الطريقه الاولانيه هي كناخذوا مكعبات نتاع الثلج وكنديروهم على المسكه وكتفسخ، كنزولوها، كنشدوا مثلا واحد الطرف كبير تاع الثلج وكنحطوه فوق هذيك البلاصه كنحكوه كيتحيد. بالنسبه لهذه الطريقه الثانيه، كتبغي الاطفال يكونوا بعاد منا. علاش؟ لان نحتاجوا المبيد نتاع الحشرات في توكس. كنشدو كنلبسو حنا بعدا اصلا حنا كنلبسو ليغو، وكنحطوا هذاك الجين ولا هذيك القميجه نحطها فوق واحد البلاصه، نديرو مثلا زيت فوق الطبله نحطوها هي فوق منه، كنرشو شويه بالفليتوكس هذيك البلاصه اللي فيها المسكه، وبسهوله كتزول لنا المسكه من الحوايج اللي حنا فيها. نصيحه اخرى هي انه كيفاش يجيك الخبز محمر في الفران. يعني كنا كنبغوا نقلبوا على ديك الطريقه ديال الخبز محمر لنا في الفران خرجنا احمر من الفوق. كنشدوا قبل ما ندخلوا الخبزه للفران، كنديروا غير شويه د الماء وكندهنوا به هذيك الخبزه، يعني شويه ماشي كنفزقوها تتجرى بحال كنفزقوا يدينا بالماء وكنديروا فوق هذيك الخبزه وكندخلوها للفران كطيب وكيخرج لنا الخبز محمر وزوين. بالنسبه للنصيحه الاخرى، النصيحه الاخرى هي الناس اللي كيديروا الريجيم، وهذه نصيحه زوينه وسهله وبسيطه. يعني كناخذوا واحد التفاحه وكنسلقوها بالقشور ديالها في شويه ديال الماء، بالقشور ديالها ما كنقشروهاش، كنسلقوها بالقشور ديالها في شويه ديال الماء وكنديروها في الطحال الكهربائي
كنضيفوا عليها واحد دانون مسوس، يعني واحد ديال الياغورت مسوس وشويه ديال القرفه وواحد الملعقه ديال الجنجلان، وكنشدوا هاد الخلطه اللي كتجي عاقده وكتجي زوينه، كيجي بها حتى واحد المذاق وراه كتشبع ماشي كتباتو بالجوع. كنشدوها لاله تفاحه القشور ديالها كنسلقوها، كنقطعوها طريفات وكنحيدوا لها داك القلب ديالها وكنقشروها او كنتسلق في شويه ديال الماء بالقشور ديالها لان الفائده ديالها كاين في القشره، وكنضيفوا عليها ملي كنسلقوها كنديروها في الخلاط الكهربائي، وكنضيفوا عليها واحد الياغورت مسوس، واحد الياغورت ماشي حلو مسوس، وكنضيفوا عليها واحد شويه ديال القرفه وواحد الملعقه ديال الجنجلان. حنا كنعرفوا المنافع ديال القرفه في التنحيف ولصحاب الرجيم الناس اللي بغاو يضعفوا، ولا حتى بالنسبه للجنجلان حتى هو. ومن بعد كنديروهم في مولينكس كنطحنوهم وكيجينا هذاك الخليط عاقد، كيجي بحال شكل هي شويه عاقده على الصوبه، هي شويه عاقده على الصوبه. سميتو. بالنسبه للنصائح ديال اليوم هادشي اللي عندي لكم، وان شاء الله موعدنا مع نصائح اخرى وكاينين نصائح جداد. والبنات ما تنساوش انكم تشاركوا معنا في القناه ديالنا، تبارطاجيو لي فيديو ديالنا عندكم مع الصديقات ديالكم، باش العائله ديالنا تكبر وتولي القناه ديالنا كبيره بكم ونوليو عائله ان شاء الله. وما تنساوش تزوروا الصفحه ديالنا على الفيسبوك كذلك، حتى هي راه غتلقاو فيها الجديد، ديروا لنا جيم لاباج ديالنا في فيسبوك، وحنا ديما معكم، وراه كنقلبوا ديما الجديد على قبلكم، وحنا بكم باش كاينين. وسميتو امسيتكم سعيده وبدايه اسبوع موفقه لكم جميعا ان شاء الله، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله تعالى.